مساء الخير عليكم يا جماعة، ورجعت لكم بفيديو جديد واختلاف جديد ما بين مصر وما بين النرويج. والاختلاف النهاردة اللي انا راجعه لكم بيه هو اختلاف المرور. الفرق في المرور او السواقة في النرويج والفرق في السواقة في مصر. اي حد هنا بيطلع رخصة بيبقى عارف ان هو لما ياخد الرخصة هيطلع على الطريق لازم يتبع النظام ايا كان النظام. يسوق في حارته، ياخد باله من الناس اللي هي ماشيه معديه الطريق، ما يعديش السرعه، ما يدخلش غلط، لما يشوف عربيه اسعاف يقف لها. كل الحاجات دي لازم يتبعها. ده قانون. لو ما اتبعش القانون ده فياخد مخالفه او يدفع غرامه، يعني زي عندنا في مصر. لكن عندنا العكس صحيح. في مصر عندنا الشارع يبقى مكتوب عليه ممنوع الدخول، تلاقي الناس بتدخل. هو القانون مش ماشي عليهم على فكرة، او القانون مش بتاعهم. تلاقي السرعة 60 تلاقيه ماشي 80. ما هو مش شايف السرعة دي مش له، هو اكيد لحد تاني. تلاقي مثلا حاطين، انا شفت ظاهرة غريبة في مصر. الحكومة حاطة شوك كده في الارض علشان سواقين التكاتك ما يعدوش من المناطق دي او ما يخشوش غلط. يعني هما بيحاولوا على قد ما يقدروا. فيقوم صحاب التكاتك مكسرينها ومبهدلينها ومطلعينها من الارض ومبوظين كل حاجة ومعديين من الشارع عادي، القانون مش لهم. وحاجات كتير بقى. الكلاكس عندنا هنا ممنوع منعا باتا، ممنوع تستعمل. يعني هنا في هدوء تام تام. في مصر الكلاكس فاهمينه غلط. الكلاكس فاهمينه ان هو بيستعمل على طول الوقت، يعني مش مهم الصبح بالليل الظهر اي وقت. لو الطريق واقف برضو بيستعمل الكلاكس. طب اللي قدامك حضرتك الطريق واقف، يعني هيعمل ايه هو؟ او كلاكس ايه هيحل مشكلة ايه كلاكس؟ والظاهرة بقى الاغرب اللي انا شفتها في مصر لما كنت في مصر في الاجازة دي، خصوصا في الاجازة دي، اما يكون في ست سايقة العربية وفي راجل ورا، سواء بقى الراجل ده في توك توك او في موتوسيكل او في عربية، واول لما يلاحظ ان في ست راكبة العربية قدامه، يا سلام، الكلاكس يشتغل على طول بدون توقف. يعني زي ما يكون حافظ مش فاهم. اوكي الطريق واقف، الست دي هتعمل ايه؟ بس هو الظاهر يعني هم عندهم نظرية ان هو شغل الكلاكس فتعصبها فهي تتخبل، فعشان الستات يبقى ايه ما بيعرفوش يسوقوا. آه ودي ظاهرة يعني حقيقي رخمة وحشة. وعندنا كمان حاجات اغرب بكتير. يعني الطرق تبقى مثلا انت عندك الحاره بتاعتك ماشي طوالي، فتلاقي واحد طلع لك كده من اليمين او من الشمال عادي او من الاتنين. او انت مثلا ماشي على اليمين تلاقي اللي من على الشمال كسر عليك ودخل على اليمين. عندنا مفيش حاجه اسمها عربيه اسعاف. يعني لو عربيه الاسعاف معديه مثلا اوكي، ما هتعدي منين لو الطريق واقف؟ يعني احنا لازم يكون عندنا طرق خاصة لعربيات الإسعاف. وبعدين لو كل واحد مشي على النظام أو مشي على طريقه، والله العظيم ما هيبقى في زحمة. أنا كانت أكتر حاجة بتأزمني إن أنا لما أروح مصر، إن أنا لما أطلع من باب البيت رايحة مشوار، يعني المشوار ده ممكن ياخد بالظبط من البيت للمشوار 10 دقايق، ياخد مثلا ساعة، ساعة ونص. فتقريبا لما بقعد في مصر 6 ايام ممكن اخرج من البيت مثلا يوم او يومين. اكتر من كده لا، لان كل الوقت هيضيع في الترافيك في المرور وانت واقف. وانا بقى ما بسوقش خالص في مصر، يعني مستحيل ان انا اسوق في مصر. عمري في حياتي ما جربت ان انا اسوق في مصر، ودايما بسأل نفسي ازاي الناس بتسوق يعني ازاي؟ مش قادرة اتخيلها بجد والله العظيم. انا مش بقول كلام او بختلق كلام او بكبر المواضيع، بس فعلا فعلا حقيقي ان انا وانا في مصر السؤال ده على بالي على طول. ودايما وانا في العربيه ماسكه في الكرسي عشان من الخوف، يعني خايفه هو في حاجه هتحصل، في حادثه هتحصل، في حد هيخش علينا او مثلا توك توك هيخش علينا يركن في العربيه جوه. هم ما عندهمش اي خلفيه، هم بيعملوا، هم بيسوقوا خلاص، هم حتى مش بيبقوا شايفين. يعني بيبقى زي مثلا سايق التوك توك او سايق التاكسي وباصص في الموبايل. والله العظيم انا مره كنت راكبه تاكسي وهو بيكتب رسائل على الموبايل. يعني مش فاهمه.
فما يعني ما فيش ولو في قانون، يعني لو اللي بيقول لي النظام جاي من النظام، اوكي، في حاجات كتير قوي احنا ممكن نبدأ بيها، كتير جدا، حاجات احنا الاول نعملها، وبعدين في حاجات تبع النظام، وفي حاجات في ايد النظام، بس في حاجات في ايدينا كتير جدا. يعني انا لو معايا رخصة وسايقة عربية، هحط الحزام وهسوق السرعة المطلوبة وهمشي في الحارة بتاعتي وخلاص. فده عليا انا، يعني في حاجات علينا لازم نعملها. فاتمنى يعني ان مواضيعي توصل لكم، واتمنى ان انتوا تفهموا ان في حاجات كتير قوي علينا احنا لازم احنا نبدأ بيها الاول. احنا بنعلق كل حاجة على كل حاجة، كل واحد عنده 4-5 شماعات. انا ابدأ بنفسي. انا لما بنزل مصر بحط الحزام، مش مهم، كتير جدا بيتريقوا عليا بس بحط الحزام وانا قاعدة، يعني انا مش سايقة، ده انا قاعدة جنب السايق بس بحط الحزام. لكن انا عمري مش، انا نظرية الحزام دي في مصر معدومة، مش موجودة اصلا. فلازم نبدأ بنفسنا الاول، وكل حاجة حلوة هتيجي بعد كده، بس لازم نبدأ بنفسنا الاول. والنهاردة ده كان موضوعي، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد واختلاف جديد ما بين مصر وما بين النرويج. اشوفكم على خير.